لا، رافضي قح. كح صح. قح وغصبا على عيوشي. وغصب عن نرجوسة، نرجوسة الفاسقة. رامي، عارف بنفسك. إذا كنت شجاع، نعم، إذا كنت شجاع أنا أعرفك بنفسي، ولكن اصبر على نفسك شوية. اهدأ وانطيني من نفسك، بس لا تقطع الخط. أتحداك إذا ما تقطع الخط. مسلم ولا رافضي؟ لا، رافضي قح. كح صح. قح وغصبا على عيوشي. وغصب عن نرجوسة، نرجوسة الفاسقة. ما انت مفكر، ما انت خليك محترم، هتهين نفسك وهتهين دينك القذر. خليك محترم. ماذا ستقول لإمامك عجعج الهارب الآن؟ تسببت ان رامي يقول عن أمي نرجوسة، لماذا تسب رموزهم؟ شفت اسمه أبو تراب؟ شفتم يا شيعة؟ أمثال هؤلاء الحمقى هم اللي بيكونوا، كما قال السيستاني وكما قال خامنئي، أمثال هؤلاء هم اللي بيكونوا سبب في الطعن في رموزكم. لا أقول آل البيت طبعا، لأن أنتوا أصلا ليست رموزكم آل البيت، النصارى ليس رمزهم المسيح. فأنا بقول لك يا أبو تراب، لو عندك سؤال كن مؤدب ونسمع منك بلا سب، ولكن أنا عندي سؤال. إيه، إذا سؤالك منطقي إن شاء الله يعني يكون أجاوب. طيب. إيه؟ طيب. قرأت رواية أن نرجس خاتون حينما كان يأتيها بشر النخاس كان يخرج له رجل أبيض، فحينما يجلس منها مجلس الزوج من زوجته، وهي كانت جارية يعني، فما كان يجي رجل أبيض كده ويدفعه. مين الراجل الأبيض اللي كان بيدفعه ده؟ هل كان طمعان في نرجس؟ أول شيء يقال إنه هذا الإمام الحسن العسكري. الإمام الحسن العسكري رايح لواحدة عارية وجلسة جلسة المرأة من زوجها؟ يا جدع، يا اتقوا الله بقى. يعني كان لسه الإمام ما اتجوزهاش ولا أي حاجة، وكان يذهب إليها وينظر إليها وهي جالسة بأقدامها هكذا جلسة المرأة من زوجها. يا رجل اتق الله يا رجل. الإمام العسكري يعني بريء من هذه الديانة الوثنية. نعم أنت ممكن عندكم المعممين يعملوا ذلك معاكم، لكن الإمام العسكري ده هذا رمز من رموز أهل السنة والجماعة. اذهب يا قذر، لا تتصل مرة أخرى أيها القذر الذي تتهم الإمام. بس ده كان درس ليك يا أبو تراب. طبعا أنا ما بعملش كده مع الشيعة كلهم، لأن أنت اتصلت المرة اللي فاتت وسبيت سب قبيح لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تتذكر؟ فده بس كان درس ليك علشان تبقى مؤدب ومحترم، عشان ما تاخدش على دماغك بعد كده لما تتصل ما تقولش رافضي الكح غصب عن عيوشة. شفت انت سببت في ايه؟ اتهمت، والى الان حظر الى مزبلة التاريخ. كيف حالك يا شيخ رامي؟ حياك الله سماحة المعمم. المعمم يا رامي، عارف بنفسك. إذا كنت شجاع، نعم، إذا كنت شجاع أنا أعرفك بنفسي، ولكن اصبر على نفسك شوية. اهدأ وانطيني من نفسك، بس لا تقطع الخط. أتحداك إذا ما تقطع الخط. طيب. أولا أنت تعتبر نفسك بأنه محاور أو أنت شجاع. لماذا تذهب إلى بعض المعممين اللي هم لا عندهم اختصاص في العقائد ولا عندهم اختصاص؟ لماذا لم تأتي إلى مواقع اللي هم أصحاب الاختصاص؟ طيب، هذا معمم شيعي قال لي يا رامي عيسى كن رجل شجاع، وليه بتذهب لبعض علماء الشيعة الذين ليس عندهم اختصاص في العقيدة؟ ما هي مصيبة، عالم وشيعي وليس مختص في العقيدة. اما المختص في ايه؟ في المتعة والخمس. اما المختص اما نتصل بالرواديد، يقول لي ليش تتصل بالرواديد؟ اتصل ببعض عوام، ليش تتصل؟ ما اتصل بالعوامين، ليش تتصل بالمعممين ليس لديهم اختصاص؟ خلاص، بما ان حضرتك انت لك اختصاص، انا اسألك الاسئلة اللي كنت بسألها للمعممين يا سماحة المعمم يا اللي مسمي نفسك بفارس الشيعة. السؤال الأول: هل أقام إمامك الحجة، هل أقام إمامك المهدي الحجة على الأمة قبل غيبته؟ أجبني نعم، أقام الحجة على الأمة قبل أن يغيب، أو أنه إلى الآن بقاله 1200 سنة لم يقم الحجة؟ وأنا مش هسأل المعممين اللي مش مختصين، بسألك أنت. تفضل. يوم الخميس، رزية يوم الخميس. طيب، جميل. عايزنا نتكلم عن رزية يوم الخميس. حاضر، أنا معاك في كل حاجة يا سماحة المعمم. حضرتك بتقول لي تكلم عن رزية يوم الخميس. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول والله يعصمك من الناس، فهل الله عصم النبي صلى الله عليه وسلم من عمر
واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ بإمامة علي في رزية الخميس، ولا عمر غلب الله ورسوله في دين الإمامية الاثني عشرية وعجز استغفر الله ورسوله أن يجعل رسوله يبلغ بإمامة علي في رزية الخميس؟ يلا تفضل أجبني يا سماحة المعمم المختص اللي بتقول لي ما تسألش إلا أنا. تفضل. أنا جاي أسألك. لا مش أنت مختص بقى وقلت لي ما تسألش المعممين، سألتك في مهديك قلت لي لا أنا أتحدث في رزية الخميس، سألتك في رزية الخميس أجبني بقى. أنا جبت لك آية قرآنية هو الله يعصمك من الناس أيها المعمم المختص، فهل الله سبحانه وتعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعصم النبي وعمر غلب النبي صلى الله عليه وسلم في دين حضرتك؟ أجبني وأجب الجمهور الآن بيسمعك، يعني ما شاء الله ناس كتير الآن في البث المباشر، فهل تستطيع أن تجيبنا وأن تجيب المشاهدين الكرام؟ تفضل أجبنا والله يعصمك من الناس. تفضل. هذا التخبط مالتك يعتبر هروب، هذا التخبط مالتك. معلش انا عندي تخبط وبتهرب لان انت فارس الشيعة القوي اللي ما فيش حد زيك. اجبنا لو سمحت السؤال دوت، احنا سألناك سؤال الان، الله سبحانه وتعالى قال والله يعصمك من الناس. طب بلاش السؤال ده، السؤال ده زعلك. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم طرد اهل البيت مع الذين طردهم أم بقي آل البيت؟ تفضل. هل عندك استثناء ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطرد علي بن أبي طالب؟ لأنكم أنتم تزعمون أن عمر غلب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين بعد ذلك النبي لم يستطع أن يبلغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم، أخرج الصحابة، وانت بتقول احنا بنقول لكم بقى يعني بنلزمكم انه اخرج آل البيت، فهل اخرج علي رضي الله عنه ام لا؟ تفضل. يعتبر نفسه بانه يلا تفضل. هو داعية لابناء السنة. لابناء السنة. لا ده السنة دي اسأل عنها والدتك، اسمها السنة، لكن السنة دي ممكن تكون عند والدتك في المطبخ ولا حاجة اللي بتعمل فيها الرز. انا بس بعيد عليك السؤال تاني واكرر عليك السؤال التاني اللي انت بتتهرب منه من نفس موضوع رزية الخميس. هل علي رضي الله عنه طرده النبي صلى الله عليه وسلم ولا بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اجبنا بنعم او لا. بابا اهدى. لا اول حاجه انا مش بابا، روح ابحث عن باباك. كل معمم يجي بقى يتعصب ويقول لي بابا، انا مش ابو حد، انا عندي ابناء الثلاثه معاويه وفاطمه ومحمد، ما عنديش ابناء تاني، فانت روح ابحث عن ابوك بقى الله اعلم هو فين. انا بعيد عليك السؤال تاني يا سماحه المعمم، يا اللي قلت لي انت بتروح لمعممين ليسوا مختصين وانت بتسال في نفس الموضوع، يعني انت اللي اخترت الموضوع اهو. هل طرد علي رضي الله عنه؟ هل طرد علي رضي الله عنه ولا بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ اجبنا. أجبنا. أتحداك إذا جاوبت بنعم أو لا. أتحداك إذا جاوبت بنعم أو لا. طيب أعيد عليك السؤال تاني، السؤال ما فيهوش نعم أو لا، السؤال تاني بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم طرد علي رضي الله عنه ولا علي بقي؟ عندك استثناء ان علي بقي معهم؟ انا عندي ان النبي صلى الله عليه وسلم رضي بقول عمر حسبنا كتاب الله، لان علي رضي الله عنه قال وكفى بالكتاب حجيجا وخصيما، وكفى بالكتاب حجيجا وخصيما، والله سبحانه وتعالى أنزل علينا هذا القرآن. وعمر من شفقته على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يوعك كما يوعك رجلين منا، كما أخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحديث. أنا بسألك دلوقتي هل النبي صلى الله عليه وسلم طرد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا بقي علي؟ سيب الرقم يا حبيبي. ولا بقي علي؟ تفضل أجبنا وأجب الجمهور. أجب الجمهور. خطبة الجمعة باكر خطبة الجمعة. باكر خطبة الجمعة. ما عندكش إجابة. امال بتقول لي أنت بتتصل على معممين مش مختصين ليه؟ كشفت نفسك إنك جاهل أمام عوام الشيعة، وكشفت أمام عوام الشيعة إن المعممين جهلة في العقيدة، كشفت أمام الجميع إن المعممين جهلة في العقيدة وجهلة في الدين، وأنت الوحيد اللي مختص. سألتك في المهدي هربت قلت لي لا رزية الخميس وأنا اللي أنت اخترت الموضوع. سألتك في رزية الخميس السؤال الأول تهربت منه، السؤال الثاني تهربت منه. إمال بتقولوا على أنفسكم إنكم مختصين ليه يا معمم؟ ومسمي نفسك فارس الشيعة ليه؟ خليك أنت اكتب الفارس الفرار. أنا بقول لك كده اكتب على اسمك الفارس الفرار. كان معكم الفارس الفرار من أحد معمم الشيعة. مش عارف هيقعد يقول لي هيوجع قلبي. خلينا ناخد صورته بس قبل ما يتهرب. المشكله الولا حاطط صورته وهو بالعمامه وحاطط وراه، طبعا ده مش في الاخوه اللي بيقصوا التسجيل خلاص بقى، مش يعني تعليقاتي ده بعيد عن البث. حاطط صورته يا اخوه وحاطط وراه اسد. اي والله يا ابني حط فقر وراك. ويجي يقول لي بابا. مش عارف هو كلهم يعني كلهم بيقولوا بابا ليه كده؟ هو انا فيها شبه من ابوهم؟ كله يقول لي بابا
اي والله فعلا اذا هذا فارس الشيعة يبقى غير فارس الشيعة ايه؟ سني ام شيعي؟ حياك الله. اهلا وسهلا بك. الله يحييك. عندك سؤال؟ طبعا بعثت لك رسالة عن حديث الثقلين. نعم. انت اول مرة تتصل علينا؟ أول مرة أتصل أنا حديث الثقلين بدك تفسيره يعني من عندك. حياك الله. عندي سؤال دائما بيصير. اهلا وسهلا بك ضيف الشيعي. واتشرف بان هذا اتصالك، واتشرف بتواصلك معنا دائما باذن الله تبارك وتعالى. والله أديك حبيبي. حياك. يعني اريد انه تفسيره من عندك. دائما يعني احب اتصل عليكم قلت اتصل عليك طلبت رقمك من اليوم يعني هذا. قلت لك انه انا دائما ادرس كتب مسلم والبخاري وهاي، فاريدك انه تفسر لي اياه. طب انت الان في البث المباشر تعلم ذلك؟ يعني طيب حياك الله. انا بس حبيت اعرفك حتى لا تقول ان يعني ان الاتصال كان ليس في البث. شوف عزيزي الشيعي ضيف الشيعي المحترم، النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا في حديث الثقلين، يقول الشيعة ان اوصانا بالثقل الاول اللي هو الايش؟ كتاب الله. والثقل الثاني اللي هو ايش؟ واهل بيتي. اتركي اهل بيتي. نعم واهل بيتي. اول حاجه تعالى، الثقل الاول اهم ام الثقل الثاني؟ يعني القران اهم ام اهل البيت؟ القرآن. لكن يعني رسول الله قال ثقلين. ما انا هشرح لك عادي، انا بسألك بس سؤال استثناء. القرآن اهم. طيب نعم كتاب الله. طيب انا دلوقتي عندي بس ممكن الله سبحانه وتعالى قال إنا أنزلناه عليكم قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعم. طيب عندي الآن شمر ابن ذي الجوشن لعنه الله الذي قتل الإمام الحسين سلام الله عليه وجز رأس الإمام الحسين. شمر ابن ذي الجوشن هذا مسلم أم كافر؟ مسلم كان. لا، بعد قتله للحسين أنت تعتقد كافر بعد قتله للحسين؟ نعم. لأنه خرج على الإمام. نعم. أنت ترى بعد قتله للحسين أصبح كافر. نعم. أنت ترى أنه لأنه قتل الإمام الحسين فأصبح كافرا. طيب سؤالي لك الآن واحدة مع بعض. إحنا كفرنا ثواني كده، أنا هحذر أحد الإخوة بس علشان يعني أنا بكنسل عليك 100 مرة وأنت برضو تتصل. تعال معلش بس أنت قلت الآن كافر لأنه قتل الإمام الحسين صحيح؟ نعم. طيب وإسلامه يعني حتى من دخل الإسلام أنه مزيف لأنه نعم دخل الإسلام مزيفا. طيب كافر لأنه طعن في فرد من الثقل الأصغر. احنا عندنا الثقل الأكبر اللي هو القرآن الكريم، والثقل الأصغر اللي هو سنة النبي اللي هو آل البيت، فطعن في فرد من الثقل الأصغر فهو كافر. طيب لأنه طعن في فرد من الثقل الأصغر، طب حكم من طعن في الثقل الأكبر وقال أنه محرف، كافر ولا مسلم؟ طبعا كافر، لأنه هذا قرآن الله سبحانه وتعالى قال وإنا له لحافظون، يعني إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب عزيزي يعني الله على تتخذ يعني ضيف الشيعي وإن كان شيعي وإن كان يهودي أو كان مسيحي. طيب أنا الآن ضيف الشيعي في يدي الآن كتاب بحار الأنوار، كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري. يقول في هذا الكتاب، يعني الكتاب في يدي الآن، يقول إن تسليم تواترها عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة على وقوع التحريف في القرآن مادة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة، فبيقول بتواتر القول بتحريف القرآن، ويلقب عندكم برئيس علماء الشيعة. نتفق أنا وأنت أنه كافر؟ نعم كافر. أحسنت. اللي يقول القرآن محرف. نعم. عندي الآن عبد الحليم الغزي يعترف أن محمد بكر المجلسي
قال بوجود أكثر من 2000 رواية تقول بتحريف القرآن. فهل أنت ترى محمد بكر المجلسي كافر؟ نعم كافر، لأنه يقول القرآن محرف. أحسنت، وأنا أحييك على ذلك. أنت إنسان منصف وأنت إنسان صادق مع الله تبارك وتعالى. أرجع بقى لحديث الثقلين. نعم، أرجع بقى لحديث الثقلين. حديث الثقلين ده في الشيعة المحترم، الشيعة عملوا فيه عنصرية. أنا ليش سألتك عنه؟ لأنه أنا دخلت على صحيح مسلم على هاي بنفس السنة في جميع الكتب للترمذي جميع الكتب السنة والجماعة نفس السند عن زيد بن الأرقم، واكو يعني نص من الحديث ما متواجد في صحيح مسلم، والبخاري اعترض عن يعني نقله او سرده. المهم نعم. يقول ولن يفترقا حتى يرد عليه الحوض. يعني معناها شنو؟ انه هنا اكو من اهل بيت النبي من عترته موجود يعني لا زماننا هذا، صح ام غلط؟ طيب اول حاجه انت ادخلت حديثين في بعض، دخلت حديث العتره في حديث الثقلين. حديث العتره حديث صحيح. هو نفسه عن زيد بن الارقم. ما انا اقول لك اذا تلاحظ مثلا تلاقي سنن الترمذي او في البدايه والنهايه لابن كثير. حديث الثقلين اللي موجود في صحيح مسلم صحيح، حديث العتره ضعيف، ولكن انا هتكلم معك ان هما الاثنين صحاح، يعني الاثنين في صحيح، انا اتنازل معك لذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الثقلين، النبي صلى الله عليه وسلم قال اني تارك فيكم كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. احنا ننظر الان اهل البيت اللي هم مين؟ اهل البيت اللي هم مين؟ الشيعة عملوا عنصرية ضيف الشيعة، قالوا اهل البيت هو علي والحسن والحسين و9 من ابناء الحسين وفاطمة رضي الله عنها. طيب احنا الان من نقول ان اهل البيت هم دول فقط، طب وين بقية اهل البيت؟ وين ابن عباس؟ في آية التطهير بس اسمع، اهل البيت يعني ستشوف زوجتك من اهل بيتك لو ما اهل بيتك؟ من اهل بيت. لو انا زوجتي من اهل البيت. من اهل بيتي، بس لكن آية التطهير اللي نزلت بحديث الكساء اللي موجود بصحيح مسلم اللي عن عائشة حصرا، يعني عن السيدة عائشة، صح ام غلط؟ موجود الحديث، ما اعرف. هرد عليك بس راجع فيديوهات قالت موجود يعني عن عائشة، قالت دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف الحديث وعلي والحسن والحسين، عارف الحديث. وثم قال انما لما قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. هؤلاء اهل بيت، اللهم هؤلاء اهل بيت، صح؟ ايه اللهم هؤلاء اهل بيتي، ما قال من اهل بيتي، ما قال مثلا اللهم هؤلاء من اهل بيتي، لا اللهم هؤلاء اهل بيتي وخاصتي. طيب صح ولا غلط؟ لا خاصتي عندكم، والكلمه مش منضبطه شويه. طب اسمعني انا لو انت جالس الان ومعاك 5 من اصحابك، وانا دخلت عليك وانت قلت لي هؤلاء هم اصحابي او هؤلاء اصحابي، هل ليس لك اصحاب اخرين الا ال5 هؤلاء؟ ولو قلت هؤلاء هم اصحابي وخاصتي فهذا دليل ان عندك دول اقرب اصحابك، اليس كذلك؟ يعني قصد انه هؤلاء انه شو مثل عندي خاصه بي انه هؤلاء يعني مثلا. ايوه يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ضيف الشيعي، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد ان هؤلاء هم اصحابه فقط، ان هؤلاء هم اهل بيتي فقط، لا في اهل بيتي اخر. حمزه ما قصديش بس لكن قصد انه اجت له رساله يعني انما يريد الله يذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني شنو اجت رساله تكليف؟ ما معنى صح غلط؟ يعني الايه دي بتعني ايش مثلا لهؤلاء؟ بتعني انهم معصومين؟ نعم. طيب انما يريد الله، اراد الله ان يذهب عنهم الرجس، اليس كذلك؟ نعم. طب هل قبل ذلك لم يكونوا مطهرين؟ قبل ذلك؟ يعني ايش؟ قبل ذلك لا طبعا هم معصومين يعني. معصومين منذ الآية ولا قبل الآية؟ لا منذ الآية. لا، ما في أحد يقول من علماء الشيعة ذلك، كلهم يقولون معصومين قبل الآية وخلقوا معصومين.
حتى قلت لك يعني انه ما دارس وفاشيستا يعني. لا يبقى يظهر من الآية ضيف الشيعة المحترم ان الآية لا تتكلم عن العصمة اطلاقا، وان هذا برضو من تخاريف علماء الشيعة نفسهم اللي قالوا بتحريف القرآن اللي انت رفضته من شوية. نفس علماء الشيعة اللي قالوا بتحريف القرآن اللي انت رفضتهم وكفرتهم هم ومن نفسهم اللي قالوا ان هذه الآية تدل على عصمة آل البيت. تاني حاجة تعال انا هقول لك على حاجة برضو، انت مين اللي روى الحديث زي ما انت قايل؟ السيدة عائشة. طب ازاي يقولون ان عائشة رضي الله عنها بتبغض علي وفاطمة والحسن والحسين وتروي هذا الحديث؟ أليس هذا يدل على حب أم المؤمنين عائشة لأصحاب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخواص عندكم اللي ما فيش اللي هم آل البيت؟ ده رقم 2. رقم 3 النبي صلى الله عليه وسلم، بالله عليك النبي صلى الله عليه وسلم لو جاي يبلغ على أهم أركان الدين الإمامة والعصمة يقوم مبلغ عائشة فقط؟ وعائشة عند علماء الشيعة استغفر الله ليست مسلمة وكفر ونفاق وما شابه ذلك. فأنا بالله عليك لو أنا عايز أبلغ أهم ركن من أركان الدين ينده لكفار ومنافقين ويبلغهم، ولا كان صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ليسمع الخاصة والعامة أن علي وفاطمة والحسن والحسين معصومين؟ بداية أخي الحبيب الآية نزلت ابتداء في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل قوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فبداية نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت بعنكم جمع لأن فيها سيد آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل الباقي هو اللي من آل البيت أيضا هؤلاء أهل الكساء يدخلون فيها أيضا فيدخلون، لكن بداية نزلت في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أقول لك دلوقتي أهل البيت عندنا ابن عباس كفروا الشيعة، العباس كفروا الشيعة، عقيل كفروا الشيعة، محمد بن الحنفية كفروا الشيعة، عبد الله بن جعفر الصادق كفروا الشيعة، كثير من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم نرى لهم شيء، خصوا هؤلاء فقط وبعدين قاموا خاصين 9 من أبناء الحسين. لو قلنا لهم طيب احنا مالنا ومال هؤلاء؟ احنا عندنا فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم لهم مكانة عند أهل السنة والجماعة. طب ال9 من أبناء الحسين دول فين؟ أين نجد ال9 من أبناء الحسين دول في آية التطهير؟ لماذا أبناء الحسين فقط وليسوا أبناء الحسن؟ موصل أنت سألت يا أخوان قلتي إنه هم من بالولادة أو من الصغر إنه هم معصومين. نرجع هنا نفس الموضوع، يعني ما حفظ أو أروح على غير سؤال. النبي محمد لما انولد هل رسالة تكليف؟ لا لم تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة تكليف ولم يولد النبي صلى الله عليه وسلم معصوما، الأنبياء لا يولدون معصومين. أنا بس بسألك سؤال دلوقتي، أنا عديت النقطة ديت، فين أبناء بقية الأئمة؟ إحنا موضوعنا الخلاف ما بين السنة والشيعة ضيف الشيعة المحترم اللي هم الأئمة ال9 اللي أنتم بتقولوا عليهم من أبناء الحسين. الأئمة ال9 دول أين نجدهم في كتاب الله؟ أين نجدهم؟ إزاي أنت تستدل بآية التطهير على الأئمة ال9؟ ما أنا ممكن واحد يجي لك يقول لك أنا من أتباع أبناء الإمام الحسن، هتقول له دليلك ايه؟ يقول لك دليل آية التطهير. هتقول له لا هات لي دليل واضح محكم بين غير آية التطهير، هيقول لك هو ده دليلي، ما انت ما عندكش أدلة على أن ال9 من أبناء الحسين. ماذا أنت قائل له؟ لا تستطيع أن تقول له شيء. أنت عارف لماذا؟ لأن لا أنت عندك دليل ولا هو عنده دليل ولا أدلة من القرآن ولا من السنة. شخص قال إنه أنا من أولاد الإمام الحسين أو مثلا من نسل علي الهادي والحسن العسكري محمد الباقر، صح كلامك ايه؟ لا انا بقول لك لو واحد جه قال لك ان هو من اتباع ابناء الامام الحسن ابن علي رضي الله عنهم، هيقول لك انا من اتباع الحسن ومن اتباع ابناء الحسن، وانت تقول له لا انا بتبع 9 من ابناء الحسين. هيقول لك دليلك، هتقول له انت دليلك، هيقول لك دليلي هو آية التطهير. هتقول له طب ما انتوا اللي بتستدلوا بآية التطهير لان فيها الحسن والحسين. طيب بقى ال9 اللي نزلوا من الحسين دول اللي احنا نتبعهم وين الدليل عليهم؟ مفيش دليل خالص عليهم. و6 اشهر هو الدليل هاي الآية، وهاي الآية خاصة بهم، يعني عندما استمع هؤلاء فين أبناء الحسين؟ لا أنا بتكلم في نقطة تانية يا عزيزي الشيعي ضيف الشيعة، أنا بتكلم عن أبناء الحسين. فين أبناء الحسين؟ فين عصمة الباقر والكاظم والرضا والجواد والهادي والحسن؟ فين ال9 اللي هم من أبناء الحسين بقية الأئمة؟ أين نجد؟ من نسل واحد إلى آخر. ما هو برضه أنت يا أخي عشان أنت تعبان والله النهارده، ما أنا قلت لك دلوقتي هيجي برضه اللي هو بيقول لك أنا بتابع أبناء الحسن، هيقول لك ما هو دول من نسل الإمام الحسن اللي هو معصوم. أنت لا يوجد عندك دليل على هؤلاء. ضيف الشيعي يعني ان شاء الله حاول تعيد التفكير. صحيح انت تقول لي انه انا ما يوجد عندي دليل، انا قلت لك انه مستوى داخل وانه اقرا القران وكتب اهل السنه والشيعه قليل يعني بس اقدر ادرس كتب السنه كاشي لانهم الاقدم مثل ما نقول،
بس ومن بعدها مثل مذهب الامام جعفر الصادق الجعفري. لا على فكره الامام جعفر الصادق رحمه الله ليس له مذهب ويسمى بالجعفريه، الفقه الجعفري مليء بالطوام، والامام جعفر الصادق رحمه الله بريء منه. يقول لك لا باس باحتضان الجاريه في الصلاه، يقول لك وجوب رد السلام في الصلاه. انا عارف انه حرام، وانا عارف ان انت انسان عاقل، بس انا عايز اقول لك على حاجه. هل تعرف انه يجب رد السلام في الصلاه؟ يعني شوف اكو شيعة يسبون اكو مدري شنو ده في الشيعة. بس سؤال بالله عليك، سؤال بالله عليك، هل يجب رد السلام في الصلاة؟ لو واحد قال سلام عليكم هل يجب ان ترد عليه السلام في الصلاة؟ هاي الاحكام انا ما داخل عليها بعد. ايوه، لا عندك بالاجماع علماء الفقه الجعفري المنسوب كذبا وزورا الى جعفر بيقول لك لو واحد مر عليك وانت تصلي وقال سلام عليكم يجب ان ترد عليه. يقول لك سلام عليكم، تقوم انت رد عليه تقوم لك سلام عليكم. برضه في الصلاه، في الصلاه يجب في الصلاه، ولو ما ردتش تأثم. لو ما ردتش عليه السلام في الصلاه تأثم. يجب رد السلام بس يكون بنفس الرد. يعني يقول لك سلام عليكم، يكون ضفنا شيء يكون عامل زي ايه؟ زي البغبغاء، يقوم ردد عليه ويقول له ايه؟ سلام عليكم، ما تقولوش عليكم السلام. طب افرض بقى انا واحد بيقول لك يجب، طب افرض واحد عيل صغير ابن لذينه مسكني في الصلاه بقى وانا بصلي وكل ما يعدي سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم، وهعمل ايه بقى بالله عليه؟ هفضل كل طول الصلاه سلام عليكم سلام عليكم سلام. ده بالله عليك صلاه؟ انا نسيت انتوا ما تحطوش اليد اليمنى على اليسرى، هيبقى سلام عليكم سلام عليكم. بالله ده يعقل؟ ده في الشيعي المحترم؟ لا مصير، لان اتصالها يبقى انت غير تخشى الى رب. احسنت والله. انا اتمنى تتواصل معايا دائما، انت انسان عاقل، وان شاء الله يريك الحق باذن الله ويشرح صدرك للهدى. ان شاء الله. انا عندي يعني مواضيع لك واكو كتب يعني انت بخصوص حديث آية التطهير. يعني النبي محمد ما قراها بس مرة صلى الله عليه وسلم، ذكرها أكثر من مرة ولمدة 6 شهور كل ما يأتي إلى بيت علي بن أبي طالب عليه السلام. نعم طبعا. وانا اتنزل معك ان هم موجودين ماشي فيها ايه. انا بقول ايضا انما يريد الله ليذهب عندنا حديث الكساء اثبت ان هؤلاء من اهل بيتي، وايه التطهير اثبت ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بيت، لكن ما في سني من اهل السنه قال ان هذه الايه تثبت عصمه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تثبت انهم معصومين من الخطا والسهو والنسيان، تثبت. ماذا ناخذ من ايه التطهير؟ يعني ناخذ ايه اللي استفدناه من ايه التطهير؟ من ايه التطهير ان هي نازله في علي وفاطمه والحسن والحسين، فضيلة لهم. لكن ايه اللي تستفيد الأمة بعد هذه الفضيلة؟ هل لا يؤخذ الدين إلا منهم؟ ما اسمعك شو يعني ما يأخذ الدين إلا منهم؟ أنا هوضح لك نقطة ما دخلت على يدهم. يعني بس يعني النبي محمد لما مات الدين ناخذه فقط من عنده، غير اكو اصحاب اللي الله اكبر. احسنت ضفنا الشيعة، وده اللي انا عايز اقوله للشيعة. تنزلنا معكم آية التطهير خاصة بعلي وفاطمة والحسن والحسين بس، وما يدخلش معهم أي أحد خالص. هنعمل إيه بعد كده؟ ماشي جزاكم الله خير، فضيلة لهم رضي الله عنهم، فضيلة لهم. طيب دلوقتي يعني إيه بقى اللي هنستفيده؟ لا نأخذ الدين إلا منهم تنزلا. طيب يا شيعي، كم رواية للسيدة فاطمة في الكتب الأربعة اللي هي أكثر من 44,000 رواية؟ صفر. كم رواية في الكتب الأربعة اللي هي أكثر من 44,000 رواية؟ الكاف والاستبصار والتهذيب ولا يحضر الفقيه لعلي، مش عارف 619 ولا 600 وشويه من اكثر من 44,000 روايه. كم عدد روايات للحسين؟ يتعدوا على صوابع اليد. والحسن فين بقى ان يبقى استفدنا ايه من آية التطهير؟ هي بس ختم العصمه وخلاص؟ استفدنا ايه وانتم لم تروا عنهم صفر ولا روايه لفاطمه ترويها فاطمه في الكتب الشيعيه الاربعه؟ لذلك الدين كما قال ضيف الشيعي اللي هو معايا هنا الان اللي على الاتصال، ان الدين يؤخذ من الكل، من الصحابه ومن ال البيت. صح ضيف الشيعي؟ صحيح. احييك واتشرف بتواصلك معنا باذن الله تبارك وتعالى. ان شاء الله اتصل عليك في مواضيع اخرى. إن شاء الله. بس موضوع مثلا نقول انه الشيعة يدعون يا علي يا محمد، لا ماكو يسنده. يعني شنو الله الامام علي احسن من الله سبحانه وتعالى. الله هو اللي خلق الامام. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. من اجل يا الله بحق حبيبك محمد، هاي بها شيء؟ يعني دي اقل ضرر بكثير ممن يقول له يا علي ارزقني يا فلان يعني الله حبيب محمد لولا يعني غير رسوله غير نعم ولكن خلينا نتكلم في التوسل. خلينا نتكلم في التوسل في موضوع اخر، لان انا مرهق جدا والله اليوم. الله يسعد قلبك يا رب. ان شاء الله انتظر منك اتصال غدا باذن الله. الله ان شاء الله. شكرا يا حبيبي. مع السلامه.
في واحد قاعد يتصل كتير جدا. ضيفنا علي ده ضيف شيعي محترم برضو اتصل عليا. ضيف علي دوت علي. تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا علي. شلون استاذ؟ حياك الله. تفضل. الله يحفظك. تفضل. بس سؤال الحلقه شنو؟ القول بعصمة، ماذا تستفيد الأمة من القول بعصمة علي وفاطمة والحسن والحسين؟ ماذا تستفيد؟ يعني احنا قلنا ان الائمه معصومين، وان علي وفاطمه والحسن والحسين معصومين. طيب فيما بعد احنا عندنا الكتب الاربعه يا علي. ايش؟ في اثبات في كتب اهل السنه. نعم معصومين. هنعمل ايه بعصمتهم؟ مو احنا نستفاد من عصمت، انما هم معصومين من الخطا. طيب احنا عندنا الكتب عندنا يا علي الكتب الشيعيه الاربعه المعتبره، الكافي والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب، 44,000 روايه، ولا روايه روتها فاطمه رضي الله عنها. فماذا استفدنا من عصمتها ونحن لا نروي يعني عنها احاديث هي روتها؟ ليه؟ في لا ما مصحف في فاطمه روايات ما في الزهراء. مصحف فاطمه انت عندك علي مصحف يعني مو مصحف، هي مجرد صحف احاديث. لا بص يا علي، مصحف فاطمه هذا فيه ان فاطمه رضي الله عنها، مصحف فاطمه فيه ان جبرائيل كان ينزل على النبي كان ينزل على فاطمه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فيمليها بمصحف وكان يمليها وكان علي يكتب، وهذا يسمى بمصحف فاطمه. والروايه موجوده في كتاب الكافي وذكرها السيستاني في موقعه، ولكن هذه الروايه بها طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان الوحي لم ينقطع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينزل الوحي وينزل على فاطمه، وهذا كله من الكذب والشرك بالله. فانا يعني انبهك على الا تقول بمثل هذا، لان هذا قول عظيم. بهذا الشيء انا لا اقدر اقول لك صح ولا اقدر اقول لك غلط، يعني هذا الشيء ما عندي يعني، بس ما ادخل بنفسي في شكوك في امور. زين يبقى اذا لا تقول بمصحف فاطمه يا علي، لا تقول بمصحف فاطمه مره اخرى. انا على الاحاديث، هي احاديث في روايات هي روتها. ما هي الروايات ديت يا علي، المصحف دوت يا علي بيقول، المصحف ده بيقول انه كان في وحي بينزل على فاطمه، وهذا شرك بالله تبارك، وهذا طعن في نبوة النبي. علي معلش يعني هكتفي بهذا الاتصال لان انا مرهق جدا اليوم. لا تصبر ثواني. اتفضل. الو معاك، اتفضل يا علي. شلون في كتبكم انتم تقولون اكو احاديث، يعني شلون دخلت انه تخرب هذا الكتاب؟ احنا في كتبنا في احاديث دخلت هي مو صحيحه، صح ولا لا؟ طيب يا علي انا بتكلم في نقطه ثانيه يا علي. انا ما اقول دلوقتي مصحف فاطمه ان كان وحي بينزل على فاطمه، ده تعريف مصحف فاطمه، وهذا لا يجوز. الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني سبحان الله. طيب مصحف فاطمه ليس فيه آية واحدة من قرآنكم هذا، ده فيه أحاديث. ممكن تقول لي المصحف دوت فين الآن؟ أين أجده؟ خدوا إمامك وهو هربان. شفت يا علي؟ خدوا إمامك وهو هربان. يعني لا استفاد يعني اي والله يا علي، يعني لا استفدنا لا بالمصحف اللي جمعه الامام علي واعطاه للامام ثم الامام ثم وصل للامام الاخير، ولا استفدنا بالمصحف فاطمه اللي هو احاديث هتنزل معك، احاديث ومش قران. ما استفدناش بيه برضه، واخده امامك المهدي يعني، حتى ولا روايه السيده فاطمه. يعني ايه فايده بقى بالله عليكم يا شيعه، يا عقلاء الشيعه؟ جبريل او جبرائيل كان ينزل على فاطمه ويمليها المصحف اللي هو مصحف فاطمه، وكان علي يكتب، وكان جبريل يملي فاطمه وعلي يكتب، زي ما يقول لك ان الوحي كان بينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم القران، والنبي ينده كتبه الوحي ويكتبه، فعلي كان كتبه الوحي والوحي كان بينزل على فاطمه، حتى جمع مصحف فاطمه. بنقول لهم بقى هاتوا يا شيعه المصحف فاطمه دوت، يقول لك هو المصحف هذا مع الامام المهدي ولن نراه الا في اخر الزمان. يبقى ما استفدناش منه حاجه يا علي، استفدنا منه ايه؟ المصحف مع الامام المهدي، هذا من التخاريف يا علي. اوعى تقول انت انسان عاقل وشيعي عاقل، انا اعلم، ولا تقبل بمثل هذا. الله يسلمك. شكرا يا علي.
مع السلامه. والسؤال الثاني عن الأئمة الاثنا عشرية، يعني أنا كنت أبحث قبل قليل في كتب السنة موجود هذا الشيء. موجود ايه؟ إثبات ايش؟ إيه دقيقة خليك وياي. معاك يا علي، معاك يا الله، اللهم اعنا. هذا عن سليمان بن ابراهيم القندوسي الحنفي. لا تعالى ده كتاب. اسمعني يا علي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعني يا علي، عارف بختصر عليك الوقت، عارف الحديث ده، هذا الكتاب. ليش ما تكون مجال للمقابل لك يتكلم استاذ رامي؟ انا احبك واحترمك. خلصت يا علي؟ الو خلصت يا علي؟ لا ما خلصت، انت ما خلتني. اصل انا عارف الحديث وعارف الكتاب اللي مليء بالكفر والزندقه، وهقرا لك الان ان الكنتوزي الحنفي هقرا لك الان ان بيقول بولايه الائمه الاثني عشر، بيقول ان الائمه الاثني عشر، وبيقول بامامك محمد بن الحسن العسكري. ده واحد رافضي جبان اختلق هذا الكتاب ونسبه لاهل السنه والجماعه. اجيب لك اياها من غير من هذا القندوي. كتاب ينابيع الموده. هذا من كتبكم انتم تقولون كتبنا. والله ما من كتبنا، والله من كتبنا. انا ليا مقطع يقولون كتبنا كلها صحيحه ما بيها اي غلط. لا احنا ما بنقول كده اصلا. صح؟ لا ما بنقول كده. بس انا ليا رد على السلقلقي ياسر الخسيس. عثمان الخميس يقول في انه صحيحنا صحيح ما بي اي خطا. صحيحنا صحيح ايه؟ هو بيتكلم على البخاري ومسلم، لكن بصي صحيح البخاري. انا ليا رد على السلقلقي ياسر الخسيس وهو بيتكلم في القندوسي الحنفي هذا، واثبتت في الفيديو. الفيديو موجود على اليوتيوب. جبت وثائق من هذا الكتاب اللي انتم بتستدلوا بيه، لان انا قارئ هذا الكتاب، وجبت وثائق باعتقادي بالائمه الاثني عشر وامامه المهدي واوالي الائمه الاثني، واحنا ما عندنا يعني كان من اكثر الاشياء. محمد الباقر ايش؟ دقيقه. طيب معك. الامام المهدي النبي محمد الباقر. انت اذا تنكر هذا الشيء فانت تنكر احاديث النبي وحتى القران، وما ينطق على انه وحي صح. لا لو قطع خلص يعني، ما تخلص هرد عليك يا علي. صح لو لا؟ ايه اللي صح؟ لا اقول لك انت تقول انه امامكم المهدي هو مو امام الشيعه، امام المسلمين. في امام يخرج في اخر الزمان وليس محمد بن الحسن العسكري، وليس اكثر من واحد الان. ايه رايك احمد بن الحسن اليماني هو رسول الامام المهدي؟ انت تؤمن بالغيبه؟ لا هذه من الخرافه. من الخرافه. زين كيف امات الله غير النبي ثم ارجع؟ انا اصحاب ثم عادهم صح لو لا؟ اذا دولة المفروض ما نؤمن بهم صح؟ نعم. ممكن اقول لك حاجه؟ ممكن اقول لك حاجه يا علي؟ تفضل. بقرا عليك الان من كتاب ينابيع الموده للقندوزي الحنفي في المجلد الاول صفحه 239. يقول عن جعفر الصادق عن ابائه عليهم السلام قال: كان علي عليه السلام يرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة الضوء ويسمع الصوت، وقال له: لولا أني خاتم الأنبياء لكنت شريكا في النبوة، فإن لم تكن نبيا فإنك وصي نبي ووارثه، بل أنت سيد الأوصياء وإمام الأتقياء. بالله عليك يا علي، في واحد سني هيقول الكلام ده، هيقول ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لعلي رضي الله عنه: انت اذا انت المفروض كنت تبقى شريك معي في النبوه، لولا ان انا خاتم الانبياء كنت انت شريك معي في النبوه، بس انت وصي نبي ووارثه. كان بيرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الرساله ويسمع صوته، والصوت كان بيقول لعلي كده. في كتاب القندوزي الحنفي ايضا يقول والجواب ان هقرا لك ده في توام كده. مثلا بيقول لك في الصفحه دي ايه؟ في ينابيع الموده للشيخ ابراهيم القندوزي الحنفي البلخي النقشبندي اسطنبول بعد ما قرر المؤلف: وان لم يعلم تشيعه لكنه غنوصي والكتاب يعد من كتب الشيعه.
كده في كتاب التصانيف إلى الذريعة إلى تصانيف الشيعة لشيخك أفوى بزرق الطهراني، بيقول هذا الكتاب يعد من تصانيف الشيعة، فبيكذبوا عليكم، بيقولوا لكن هذا كتاب من أهل السنة والجماعة. هذا ترك الموضوع. النبي محمد يقول علي بمنزلة هارون وبن موسى، لكنه يا عم فين بقى في ينابيع المودة؟ فين في ينابيع؟ شكرا لك يا علي، شكرا لك يا علي، وإن شاء الله ننتظر اتصالك غدا بإذن الله تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. بس احنا عايزين نبين لضيوفنا الشيعة اهوت القندوزي الحنفي هذا كتاب مليء بالكفر والزندقة، وليس من كتب أهل السنة والجماعة في شيء، ولكن هذا من أكاذيب الإمامية، حتى علماء الشيعة يعترفون بذلك. شكرا لك يا علي. السلام عليكم ورحمة الله سيد، أهلا وسهلا. عفوا عندي سؤال، هل مقام أهل البيتين عند الله أقرب أم مقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا سيد الشيخ أبو ذر الأفغاني المتمتع في كندا والجميع يعرفه، خلينا نجيبه. خلينا نجيب الشيخ أبو ذر. تعال يا ابو ذر. السلام عليكم شيخ ابو ذر. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم شيخ ابو ذر. جزاكم الله خيرا. الصوت ضعيف. تسمعون شيخ ابو ذر؟ الحمد لله. ارفع الصوت كمان. نعم اسمع كلامكم. تسمعونني الان الصوت جيد؟ نعم صوت جيد الآن. طيب أنت تسألني يا شيخ أبو ذر سؤال. نعم. قلت لي هل ارفع الرقم شوي. قلت لي هل مقام آل البيت أفضل في القرآن أم مقام الصحابة؟ نعم. طيب ما رأيك أن نحكم القرآن الكريم في هذا؟ تسمعون؟ نعم أسمع. نعم. الله من أهل البيت هم علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث أن ابن عباس قال كل ما نزل الله خطابا بالمؤمنين يا أيها الذين آمنوا يكون مصداق أكمله هو علي بن أبي طالب عليه السلام. هل هذه الرواية صحيحة أم لا؟ صحيحة. وأيضا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون نزلت في الإمام علي سلام الله عليه. صح؟ يا أيها الذين آمنوا أذكر آية مرة أخرى. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه نزلت في الإمام علي سلام الله عليه. ممكن هذا خطاب يكون لكل الناس. علي بن أبي طالب عليه السلام. تعالى بس تعالى، يعني الخطاب ده لكل الناس ما ينفعش الإمام علي. طب ليه بقى جزأته؟ مش انتوا قلتوا من شوية يا سماحة الشيخ ان كل آية فيها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون نازلة في الإمام علي؟ هو انتوا كل فضيلة عايزين نجعلها للإمام علي سلام الله عليه؟ طيب ما انا بقول لك اهو الآية لم تنزل في علي رضي الله عنه، لكن انا كان إلزامي ليك يا سماحة العلامة الشيخ أبو ذر، كان إلزام ليك فقط ان هذه الآية تكون نازلة في علي رضي الله عنه، لكنها ليست نازلة في علي رضي الله عنه. لكن أنا بس عندي آيات في القرآن الكريم تتكلم عن فضائل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهل لي أن أقرأ عليك هذه الآيات؟ آيات لا حصر لها، أكثر من 100 آية تتحدث عن فضائل الصحابة رضي الله عنهم، فهل ممكن أقرأ عليك هذه الآيات؟ والعجيب أن البعض قد يظن أن الصحابة هم 7 3 أو 7 الذين لم يرتدوا، فلا هل يعقل أن ينزل 100 آية في ال6 دول؟ تسمعني يا سماحة؟ لا يمكن
هذا لا يقبل هذا النقل. أحسن. أقرأ عليك. بمعنى أقرأ عليك. هذا ليس بصحيح. نعم أقرأ عليك بعض الآية. ليس بصحيح. الصحابة هم لنا اعتقاد أن لرسول الله نورا للهداية، وهم أصحاب رسول الله كانوا عندهم، كيف لا يمكن هدايتهم ونحن نهدي بنورهم الآن وهم لا يهدون إلى بنوره في هذا الزمان؟ هذا قول باطل. ولكن إذا سمحت شيخ أبو ذر الأول، هل صوت الشيخ أبو ذر واضح إن شاء الله؟ أليس كذلك الصوت واضح ولا نرفع الصوت عند الشيخ؟ أول حاجة يا شيخ أبو ذر، إذا نتفق أنا وأنت أن الآيات النازلة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من الآيات النازلة في العترة التي يسميهم الشيعة، لأن إحنا السادة عندنا ان الايات النازله في الصحابه يدخل فيها اهل البيت، لكن في بعض الشيعه يقولون لا، اهل البيت بخلاف الصحيح الصحابه. فممكن اقرا عليك بعض هذه الايات التي لا، اصحاب رسول الله هم الايات كثيره في شانهم، هم عند الله مقربون، الأولين السابقون أولئك المقربون، آيات كثيرة حول الله مصائل الصحابة. فقط عندي السؤال. لا قبل ما تقول السؤال، قبل أن تقول السؤال سمعت شيخ أبو ذر معلش، مين هؤلاء الصحابة يا أبو ذر؟ مين هؤلاء الصحابة اللي لهم فضائل كثيرة وآيات كثيرة؟ اذكرهم لي بالأسامي. واحد. نعم، هو عبد الله بن مسعود، زيد بن الصابت، ابن عباس، وغير ذلك من الصحابة لا بأس. ولكن أولا الثلاثة الذين أنت ذكرتهم يا شيخ أبو ذر هؤلاء مرتدون بشهادة الشيخ محمد بن يعقوب القليني، وقد صحح الرواية الشيخ المجلسي في مرآة العقول. وابن عباس أساء للإمام علي سلام الله عليه، حتى عندنا في كتاب الكش في رجال الكش أعمى الله بصر وبصيرته نزلت في العباس وابن عباس. أنت يا شيخ أبو ذر علمك قليل بعقائد أهل البيت. أي رواية أخينا ما سمعنا بهذا الرواية. ما أنا بقول لك أنت علمك قليل بآل البيت. قال مقداد بعد رسول الله ارتد الناس إلى بعدد الأصابع. من مثل هذه الروايات معناه هو ارتداد السياسية، لا الارتداد أصبح الناس ردة سياسية. إذن الإمامة. طيب أنا الأول أقرأ عليك الرواية في كتاب الكشي حتى أثبت لك أنك يا شيخ أبو ذر أنا أعلمك لأنك لا تعلم كثير من معتقد الشيعة. في كتاب رجال الكشي صفحة أحسنتم ما شاء الله. نعم في كتاب رجال الكشي صفحة 53 صفحة 53 والكتاب في يد الآن. والرواية تقول اللهم لعن ابني فلان واعم أبصارهما كما عميت قلوبهما واجعل عمى أبصارهما دليلا على عمى قلوبهما. وعلق على ذلك الشيخ حسن المصطفوي في كتاب رجال الكش في الهامش. ومن هو ابني فلان؟ أنا أقول لك التعليق في الهامش يا شيخ. علق الشيخ حسن المصطفوي في الهامش فقال هما عبد الله بن عباس وعبيد الله بن عباس. هذا فهمه غير الراوي، هذا فهمه كما والراوي من قال لك انه لم يفهم ذلك؟ هذا الشعر غلط. ايش؟ هذا الشعر غلط فهمه. هذا الشعر الشعر اشتبه. طيب ممكن سؤال؟ هو فهمه وليس في الرواية. ممكن سؤال؟ ممكن، تفضلوا. جاء أيضا في كتاب أصول الكافي الطعن في ابن عباس واتهامه بأنه كان جاهل سخيف العقل. لو قرأت عليك الرواية ووجدنا أن المجلسي صحح الرواية هل تأخذ بها؟ لا نأخذ بها. أيوة، حتى لو المجلسي صححها يبقى ما تقوليش بقى دوت تعليق فلان على الرواية مش صاحب الرواية. طب ما أنا أجيب لك رواية بالاسم في ابن عباس. طب بلاش ده كله. لو سمعتك الآن الشيرازية وهم يطعنون في ابن عباس.
ممكن الشيرازي هو رأيه، ولكن يبقى إذا يا سماحة الشيخ أبو ذر لا تقل لي ممكن هؤلاء الشيرازية وهو رأيهم. لا يا أبو ذر، لا تقل ذلك. أنتم تطعنون في ابن عباس والعباس. إذا إما أنا أقول لك من الصحابة المنتجبين، إذا أنتم لم تتفقوا على ابن عباس، فكيف تقول إن الآيات نزلت فيه؟ لو الآيات نزلت فيه آيات فضائل الصحابة ما كنتم اختلفتم فيها كذا. أنت أول شيعي أراه يدافع عن ابن عباس، مع أن الشيعة يطعنون في ابن عباس. يبقى ده أول واحد. تاني حاجة، عبد الله بن مسعود، هل تعلم أن عبد الله بن مسعود البعض يقول عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، أبو الدرداء، زيد بن الثابت، أبو ذر، مقداد، كلهم الحمد لله من الصحابة. أنا نعتقد كلهم لا 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 لا، أنت عندك الله عليهم جميعا. عندك أبو ذر والمقداد فقط، أما ابن مسعود وزيد، هل أنت تستطيع أن تروي لي حديث عن ابن مسعود عندكم؟ تفضل. لا تتذكر الآن. عندنا رواية كثيرة ولكن ليس عين فيك. أيوة، لا أيوة روايات كثيرة لكن لا أتذكر الآن. طيب، هل تستطيع أن تروي لي رواية عن زيد؟ جمع القرآن يكون بيد زيد بن الثابت في زمن عثمان. لا يا شيخ، الذي جمع القرآن كما أنزل، كما قال، اسمعني يا شيخ، الله عليه بن مسعود، اسمعني يا شيخ، الذي جمع القرآن. إن قرد أن تأتوا القرآن كان نزل فاسمعوا برواية ابن مسعود. لا يا شيخ، الكلام ده خطأ. احنا نسمع القرآن برواية آل البيت. محمد بن يعقوب الكليني ذكر أن الذي جمع القرآن كما أنزل هو الإمام علي سلام الله عليه، ومحمد بكر المجلسي قال عرض هذا القرآن على الصحابة فأبوا المصحف الذي جمعه الإمام علي. إذا ابن مسعود عندك هو أحفظ من الإمام علي للقرآن، أليس كذلك؟ ابن مسعود كان من حفاظ القرآن الكريم، ولكن لا بالنسبة إلى علي بن أبي طالب، حيث أن علي بن أبي طالب كان عالم بشأن النزول وقصة النزول وكل شيء وترتيب النزول، ولا يدري ترتيب النزول غيره. من الذي جمع القرآن الذي بين أيدينا الآن؟ القرآن الذي بين أيدينا الذي جمعه عثمان بن عفان، جمعهم على مصحف واحد. ممكن. أيوة. هل أنت الآن تأخذ دينك من عثمان بن عفان ولا من علي بن أبي طالب؟ شفت بقى يا أبو ذر؟ إذا أنت هذا إلزام أن الشيعة يأخذون دينهم الآن من عثمان. أين مصحف علي؟ جمعه بالتنزيل والتحريف. محمد بن يعقوب الكليني يقول بالتحريف والمجلس يقول بالتحريف، وأنت لا تقول بالتحريف لأنك من المدرسة الأصولية ومن مدرسة ولاية الفقيه، ولا ترى بتحريف القرآن يعني، ولا تكفر طبعا من قال بتحريف القرآن. فحينما أسألك في ذلك ستقول لي يا شيخ أبو ذر نعم القرآن الذي أنزل كما هو جمعه الإمام علي، لكن هو الآن مع الإمام المهدي وسيخرج به في آخر الزمان. إذا الآن أنت تتعبد بالقرآن الذي جمعه عثمان. إذا سماحة الشيخ آية الله العظمى الشيخ أبو ذر إمامه هو الإمام عثمان بن عفان. أخينا أنا طالبة صغيرة ليس لي عنده علم كثير. نعم أنت طلبة صغيرة، اسمها طالب صغير مش طلبة صغيرة. طالبة ديت ممكن تبقى في المؤنث. أنا أقول يعني أنت الآن إمامك هو الإمام عثمان بن عفان سلام الله عليه. لا فرق، لأن كل طائفة أخذوا بالصحابة، أخذوا بعثمان. طيب لماذا أخذت القرآن من عثمان ونفيت خلافة عثمان؟ يلا يا أبو ذر، شيخ أبو ذر، يا شيخ أبو ذر، خط مفتوح والله. إيش حصل لك شيخ أبو ذر؟ شيخ أبو ذر خط مفتوح. ليش أخذت القرآن من عثمان ورفضت أنك تأخذ بخلافة عثمان؟ انقطع الخط الآن. كان معكم المعمم الشيعي في الحوزة، يعني كبير في الحوزة ومعلم وعنده طلب، ولكن هو متواضع يعني.
الشيخ أبو ذر، واتصلنا عليه كثيرا. أسأل الله أن يهدي رب وأن يأخذ بيده إلى نور التوحيد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أبو حيدر، حياك الله. حيا الله تقبل. العفو، انت اتصلت علي فقلت قومك شيء ان شاء الله. جزاك الله خير. احنا على البث ووجدت اتصالك وانا كنت في اتصال مع احد المعممين. هل عندك مشاركة؟ جزاك الله. انا بعثت لك رسالة، شفتك شوية يعني تعبان وهذا، فقلت انه تستريح. والله عندي سؤال يا شيخ رامي يمكن. نعم تفضل. انعم الله عليك، اشكرك. انا اعتقد حسب ما قرأت اخذته من القرآن الكريم ومن بعض الاقاويل والكتب انه صاحب الزمان او المنقذ زي ما بنقول تشير الى انه هو عيسى ابن مريم، لان الله سبحانه وتعالى اول شيء شبه لهم بعدين رفعوه ولسوف نبعثه حيا. يعني حسب ما اعتقد انه هو اللي يكون زي ما بنقول الإمام المهدي. ارجو الجواب على هذا السؤال يا شيخ رامي. والله ما ركزت معاك يا ابو حيدر، معلش كنت بكتب رسالة بس للاخوة في البث. ممكن تعيد تاني؟ اعيد؟ لا اخونا، اعيد السؤال. ثواني خليك معانا، خليك معي. اخونا الكاشف لا يجوز، بارك الله فيك، يعني لا ننزل كلنا على الاخ. احنا يعني الاخ كان بيمزح، ولا يجوز ان احنا كلنا ننزل في اخونا انيس. فاحنا بينا خلاص، بارك الله فيكم، حتى لا تحدث فتنه، جزاكم الله خير. وانيس لم يعني لعل الكلمه خرجت منه خطا، ونحن ذبنا عن عرض اخينا. تفضل اخونا، تفضل يا ابو حيدر. اشكرك، بارك الله فيك. انا اعتقد يا شيخ رامي. ابو حيدر، طب انقطع الخط، حاول تعود الاتصال يا ابا حيدر. خلينا ناخذ هذا الاتصال. ده اتصل. نوركم ايها الاكارم، جزاكم الله خيرا ولا حرمنا الله واياكم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا ضيفنا الشيعي. استاذ رامي. اهلا. تفضل. عندك سؤال؟ الو. تفضل نسمعك، تفضل. ايوه. اتفضل، ما هو سؤالك؟ ما ردك على رواية ابو موسى الاشعري؟ رواية ايش؟ اختلف هنالك رهط من المهاجرين والانصار، طلع مال البخاري ومسلم موجوده وناقش به. ايش رواية ايش؟ اختلف من المهاجرين والانصار. ايه اختلف من المهاجرين والانصار؟ روح طلع الرواية يا حبيبي وتعال، طلع الرواية وتعال. طيب ناخد الاتصال اللي بعده. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. تفضل اخانا. تفضل يا سيد. ايش؟ اسمعك، تفضل. شلونك شيخ رامي؟ حياك الله حبيبي. أنا المهتدي، عرفتني صح؟ أنا أعرف أنك مهتدي، لكن لا أريد أن أذكر اسمك. حياك الله. صحيح، بس ردت أسألك على مود موضوع الصلاة شيخ رامي، بالركوع والسجود. نعم. هل أنا أرسلت لك الصلاة؟ أرسلت لك كيفية الصلاة؟ دزيت لي اعرف شنو اللي نقول. صح، دزيت لي بالبدايه كيفيه الصلاه، بس قصدي انه بالركوع وبالسجود سبحان ربي العظيم سبحان ربي لا. كانت قبل انا بالمذهب الشيعي هم عندهم انه يقولونها يعني جهرا صوت عالي. انا اشوف هنا انه بالمذهب السني سرا، اهل السنه والجماعه انه لا مو جهرا. فشنو حكم انه اقول جهرا او
لا، السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك تقولها سرا. ويوجد أدعية كثيرة، يعني سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم إني لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قلبي. أنا ما عملت صورت فيديو وأنا بصلي ما ذكرتش هذه الأشياء لأسهل على المهتدي، لكن من أراد أن يتوسع ممكن تقول سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي، أو تقول مثلا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو رب الملائكة والروح، يعني وبين سجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. ما بين السجدتين نعم تقول رب اغفر لي رب اغفر لي. وفي السجود سبحانك طيب اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح، اللهم إني لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت. وممكن تدعى أدعية كما تريد، يا رب ثبتني يا رب، بعد أن تقول يعني سبحان ربي الأعلى. بس في السجود سبحان ربي الأعلى هي 3 مرات أم مرة؟ بالمذهب أم هم عندهم مرة؟ ممكن أيضا، ولكن الأفضل تقولها، السنة تقولها 3 مرات، ومن ثم لك أن تدعو بما تريد. جزاك الله خير يا حبيبي. يعني بالفرض تقولها بالفرض، تقولها 3 مرات وادعو بما تريد. يعني حتى بالفرض عادي انه ادعي. نعم. جزاك الله خير يا حبيبي. تمام شيخ. جزاك الله خير، في امان الله. ان شاء الله نتواصل على الخاص. ان شاء الله تواصل معي على الخاص ولا على الرقم الاخر. جزاك الله خير. حياك الله. ضفنا ثواني كده، في واحد بيتصل كتير والرقم لا يجمع، فخلينا نجيبه كده. خلينا ناخد ده الاول دوت. ايها الاكارم الخط مفتوح، المجال مفتوح للمشاركة، من اراد ان يشارك المجال مفتوح باذن الله تبارك وتعالى. كان مين اللي اتصل تاني؟ ابراهيم. وهذا الرقم عارفها باذن الله. كان اريد ان اشرح قضيه ادريس الاول. حياك الله اخونا الكريم. مكالمه. خلينا ناخذ هذا الاتصال. المجال مفتوح، من اراد ان يعود الاتصال ونعتذر. خلينا الشيخ فاضل ارسل لي. الشيخ فاضل الفرطوسي. الشيخ فاضل الفرطوسي بيتصل، فنشوف عنده ايه الشيخ فاضل. حيا الله الاخوة والاخوات جميعا، بارك الله فيكم واحسن الله اليكم. نعتذر على الإخوة إن لم نستطع الرد في وقتها. الصوت مزعج شوية معلش، صوت رنة الاتصال. خلونا نأخذ اللي بعده. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم، تفضل. كيف حالك يا شيخ رامي؟ الحمد لله بخير، حياك الله. ممكن بس كلمة أوجهها للشيعة؟ تفضل. عن قناتك. أصحابنا الشيعة الله يحفظكم، والله شوف الأخ رامي ما وضع هذه القناة إلا ابتغاء ما عند الله وإقامة الحجة وتبيين الحق وإثبات البرهان. يعني لابد الإنسان يبحث عن الحقيقة، ولابد الإنسان ينظر إلى الدليل كتاب الله وسنة رسوله. والله يا شيعة أنا أنصحكم نصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا العظيمتين الجنة والنار. والله ثم والله إذا اتبعتم سادتكم والمعممين إنكم لتصبحون تتحاجون في النار أنتم وإياهم. وقال الضعفاء للذين استكبروا وقال الذين في النار
وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كلا فيها إن الله قد حكم بين العباد اتقوا الله وابحثوا عن الدليل. هذا الأخرامي ما يبحث عن انتصار أو فوز، يبحث عن حاجة إيضاح الحقيقة لكم. الأخرامي أشغل وقته وجل وقته في هذه القناة لإيضاح الحق لكم، فأنا أدعوكم إلى تقوى الله والبحث عن الحقيقة. الدين الصحيح والله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المعممين أقسم بالله يسعون لكم إلى إيقاعكم في النار، فاتقوا الله يا أخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك يا أخي الحبيب، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. معلش أيها الأكارم الاتصالات كثيرة فأوقفت الهاتف. السلام عليكم. مرحبا، أهلا وسهلا عزيزي. لماذا تفتح الكاميرا؟ لا أعلم، عفوا أنا لا. أوكي، ممكن أن أغفرها، لا إشكال لدي. أنت تتكلم من أين؟ أنا أتكلم من مكان بعيد يا عزيزي. من أين يعني؟ من بعيد. طيب إن شاء الله ما تعرف المكان اللي أنت فيه حياك الله، ما تعرف المكان اللي بقى فيه يبقى اتصل إن شاء الله. أنا ظننت أنك شيعي، لو كنت شيعي إن شاء الله نأخذ مكالمتك. يعني لو أنت، أنا أظن أنك شيعي. عموما أعد الاتصال مرة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياكم الله. الشيخ رامي، أسأل الله رب العرش العظيم لك ولجميع من في هذه القناة المباركة، أسأل الله رب العرش العظيم باسمه الأعظم الذي دعي به أجاب أن يوفقكم وأن يسعدكم وأن يعطيكم ويرضيكم. آمين وإياكم. هذا أول ما أقول. ثاني شيء، أنا والله ببعد عن الشيعة، لكن أنا أحب التذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فغدا والليلة ليلة جمعة وغدا يوم عرفة، أنا أقول لإخواني المسلمين اجتهدوا، أكثروا من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن في عصر عرفة ينزل الله تبارك وتعالى نزولا يليق جلاله ويعفي ويعطي. فأسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، وأسأل الله المغفرة، وأسأل الله العافية، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يرضيكم وأن يعطيكم وأن يوسع عليكم في الدنيا وفي الآخرة. آمين. وأسأل الله رب العرش العظيم من قام على هذه القناة نصرة لله سبحانه وتعالى ولنبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ولأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، وعن صحابة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وعن كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله رب العرش العظيم أن يعطيه ويرضيه وأن يوفقه في الدنيا وفي الآخرة. إن أعظم كلمة هي كلمة لا إله إلا الله، هي أعظم كلمة. فإن دخلت القلب، معليش يا شيخ عمرو، فإن دخلت القلب أنارته. التوحيد نعمة لا مثيل لها، فوالله وبالله وتالله ما لقى الله سبحانه وتعالى على لا إله إلا الله فقد فاز بإذن الله. هذا وما أردت أن أقوله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوني من دعواتكم الطيبة. بارك الله لنا ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وشكرا لكم. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. وأنا من هنا أذكر الإخوة أيضا، والله يعني لو كل واحد فيكم استطاع أن يجعل أحد يصوم غدا، فشوفوا الفرق هيبقى. أتيت يوم القيامة بكم شخص يعني، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأنا أذكر إخواني أيضا أن هم يحاولوا تذكير المسلمين بالصيام غدا. بارك الله فيكم، لعل الله سبحانه وتعالى يكفر عنا عامين. النقطة الثانية، الأخت نور اللي موجودة معي الآن، أختنا نور اللي كتبت من شوية إنك بالمرض أصلا يشفيك يا رب. صلي أختنا على أي حال وأنت نايمة عادي، وأنت نائمة أخت نور صلي، لكن لا تتركين الصلاة. صلي على أي حال حتى وأنت نائمة.
المهم اختنا لا تتركي الصلاة، وفقك الله وإياك، وانت نايمة وانت جالسة على قدر استطاعتك. وأنا من هنا بنبه على نقطة بيخطئ فيها كثير من المصلين، وهذا الخطأ يبطل الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر لأصحاب الأعذار اللي بيصلوا على الكراسي دول، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن صلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا. ليس في الكل، يعني إن استطعت أن تأتي بالوقوف فالوقوف ركن، أنا أتكلم عن الفريضة. لو الإنسان مستطع وصلى السنة وهو جالس يأخذ نصف الأجر لو مستطع، لكن في الفريضة لا يستطيع السجود على الأرض، وبالأخص النساء بيقعوا في هذا كثيرا. امرأة كبرت في العمر لا تستطيع السجود أو الركوع فتبدأ الصلاة وهي جالسة، هذا يبطل الصلاة. بما أن الإنسان يستطيع أن يقف في ركنية الوقوف في الصلاة، الوقوف هذا ركن ائت به. تستطيع تركع ولكن لا تستطيع أن تسجد، اركع في السجود، خلاص اسجد على كرسي بما أنك لا تستطيع أنك تسجد على الأرض تلمس جبهتك الأرض، لكن لا تبدأ الصلاة وأنت جالس. جزاكم الله خير. خلونا ناخد هذا الاتصال. هذه أمور مهمة لا بد الإنسان إن هو يعني يتعلمها، لأن الله سبحانه وتعالى سيسألنا عنها غدا. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الصلاة صلحت صلح سائر عمل، أول ما يسأل عنه العبد الصلاة. أيوة يا شيخ فاضل. معنا سماحة آية الله العظمى، معنا سماحة آية الله العظمى العلامة الشيخ فاضل الفرطوسي. حياك الله يا شيخ فاضل. تسمعنا يا شيخ فاضل؟ شيخ فاضل. الو. ايوه حياك الله سماحة آية الله العظمى العلامة الشيخ فاضل الفرطوسي. يا هلا يا هلا. ايش لونك؟ شيخ بشرنا عنك شيخ فاضل. الحمد لله بخير. بنذكرك غدا بصيام يوم عرفة ان شاء الله. والله يا شيخ فاضل انا قرأت رواية غريبة قوي ان بيقولوا ان من ذهب يوم عرفة الى قبر الامام الحسين كتب له 1000 حجة و1000 عمرة، ورواية صحيحة، روايات صحيحة في كامل الزيارات وغيره. موجودة. 1000 حجة و1000 انت عارف 1000 يعني كام يا شيخ فاضل؟ حاجة بمليون كده. مليون نعم. يعني سبحان الله. طب انا اللي يخليني اروح اقف عند عرفه؟ يعني الحمد لله حجيت من قبل، فخلاص بقى ما اروحش اقف عند في عرفه مع الحجيج، واقف عند قبر الامام الحسين. واحدة انت تتكلم سريع ما لحق عليه. اقصد يعني اللي حج من قبل خلاص بقى ما يذهبش للوقوف في عرفه ويذهب عند الوقوف عند قبر الامام الحسين. لا هو هذا، شوف هذا الكلام يتكلم عن ثواب 1000 حجة و1000 عمرة، هذا لا يسقط الحجة ولا. ما انا قلت لك اللي حج، ما انا بقول لك اللي حج قبل كده خلاص بقى، يعني حجة او حجتين خلاص، انت حجيت من قبل حجة الاسلام خلاص يوم عرفة. يعني انا من هنا ايضا اناشد ضيوفنا الشيعة اللي موجودين الان في الحجيج وغدا سيكفون بعرفات، يعني اقول لكم لا تاتون بقى خلاص، انتوا حجتوا قبل كده، لا تاتون، خليكم في العراق بقى، حجوا هناك في العراق عند قبر الامام الحسين. لا ما ينفع، بس هيتكتب لهم 1000 حجة. ما يتكتب، يعني يكتب ثوابها مش ينكتب، لا يسقط الحج هذا. ما هم حجوا قبل كده، انا بتكلم حج الفريضة، ما انت لو حجيت الفريضة خلاص. هم حجوا، يعني انت سألهم وقالوا لك احنا حجينا زمان. انا اقصد يحجون من جديد. انا اقصد يعني. شيخ فاضل، يعني خلاص ما انتوا كده بتصرفوا الناس عن الحج يا شيخ فاضل. شلون ايه بس يا شيخ فاضل؟ انت في رجاله النهارده؟ لا بدي ادفع. طيب انا شفت حلقتك على قناه في بيروت. بتروح تعمل ايه في بيروت يا شيخ فاضل؟ بتعمل ايه في لبنان يا شيخ فاضل؟ شفت لقاءات، كان لقاءات ايه يا شيخ فاضل؟ ما انت شفت التلفزيون، مو تقول شفت اللقاء، شنو اللقاء؟ ما انا قصدي يعني بس الاستوديو حاجه عاليه وفخم كده وبس، استديوهات فقط شيخ فاضل. انت بتبات في فندق؟ طبعا فخم، يعني انا ماني شخصيه عاديه بعد، انت تعرف يا شيخ فاضل انا اعلم ذلك، بس مهم انا اعرف يعني انا اعرف انك مهم، لكن انا مقصدي يعني انت بترجع تنام في فندق صح؟ لا ليش انام في فندق؟ شنو متشرد انام في فندق؟ ليش؟ طب ما انا بنام في فنادق عادي يعني. امال بتنام فين؟
لا انت ما تنام بفنادق، انت عندك شقتك وساكن بيها. نعم. انت بتنام فين؟ تنام وين؟ شو انام وين؟ شو يعني شنو ما عندي بيت مثلا؟ شنو سؤال غريب. اصل انا عارف الان انت في لبنان مش في العراق يعني. لا انا في العراق، هسه انا بالعراق بيت. يعني انت رجعت الان العراق. بس الاول كنت في لبنان الاسبوع الماضي. كنت في لبنان. كنت بتنام بترقد في فندق؟ لا. ما في بيت. انت متزوج لبنانية يا شيخ فاضل؟ والله ما متزوج لبنانية، هو بيت لأحد الأصدقاء أبيت بيه أفضل من بس أنا قرأت فتوى لسيد السيستاني بجواز التمتع بنساء الفنادق، يعني لو امرأة بيعملوا في الفنادق مساج وحاجات من دي، عافانا الله وإياكم يا رب، فيجوز إن الشيعي يتمتع به، وليس له أن يسأل هل هي ذات بعل أم لا، أو هل فعلت المتعة أو أي شيء من أمس أو قبل أمس، يعني ما يسألش. انا خلصتك من هاي المساله، انا في حياتي ما بتت في فندق. ما هو مش لازم بقى، ما هو ما يقصدش السيد آية الله العظمى للفنادق، يعني هو لا يجوز التمتع الا في الفندق بس، ما ممكن يتمتع في بيت صديقه. المهم بلاش الموضوع ده، خلينا نعدي الموضوع ده. يا شيخ فاضل تسمعني؟ اسمعك بس ما ربط يعني بين المواضيع. بس انت وسيم يا شيخ فاضل، المفروض يعني انت اكيد تزوجت قبل كده كثيرا. انت شوف هاي الايام دائما تسالني على الزواج جواد، انت عندك عروسه الي مثلا؟ لا والله ما عنديش متعه. طيب شيخ فاضل، كنت بقرا عن صلاه الايجار، ان انا ممكن اجر واحد يصلي عن ابوي، يعني ابويا رحمه الله توفي، صلى الله يرحمه يا رب وان يسكنه الفردوس الاعلى. والد ما بتقولش امين ليه؟ قول امين يا شيخ فاضل. امين. فوالدي يا شيخ فاضل مات ومثلا عليه صلوات، فانا يجوز ان انا اجر واحد، وكنت اتصلت باستاذ في الحوزه ان يجوز اجر واحد يصلي عن والدي، بس الولد الابن هو اللي يتحمل هذه المساله، يعني الولد الاكبر الابن وانا اكبر اولاد والدي يعني، فانا اللي اتحمل هذه المساله، صح؟ هو ابوك اتكل على الله ولا لسه؟ الحمد لله في اذن الله في الجنه ان شاء الله الان، كان يحب ابو بكر وعمر. ربنا يرحمه. امين. ربنا يرحمه برحمته الواسعه. امين. طب المفروض شنو بدك انا اصلي له؟ يعني انت بتاخد كم في الشهر يا شيخ فاضل؟ على الصلاه؟ نعم. والله بالعراق يقولون خير ومدت ايده، انت ايش قد ما تدفع ما اكل. يعني احنا عايزين يا شيخ فاضل كده يعني تعمل معانا واجب كده، يعني انت فكرتني دلوقتي والله انا مشتري خروف الاضحيه وكده، فبرضه كنت بفاصل مع الرجال وكده، فعايزك برضه يعني خليك معانا كده شويه يعني. لا انا ما افاصل معك، اي مبلغ تدفع ماكو مشكله. يعني طيب انت هتصلي صلوات الفريضه بس عشان نحسبها مع بعض، هيبقى صلاه الفريضه فقط ولا السنن كمان؟ لا ما هي الاجاره فقط تختص بالفريضه. لا بس لو انا يعني لو حبيته مثلا يصلي لي ركعتين بالليل كده ولا حاجه في قيام الليل، يعني يصلي لي يعني، صح؟ صح، بس انت لاعب ايدك. وشوف انت بس احنا عايزين ندور انا وانت تدورنا على معمم يكون خفيف كده، يكون فقير ومحتاج، يعني علشان يعني لو حبينا ان يوسع شويه يصلي مثلا قيام ليل، يصلي شويه سنن، يعني يكسر من النوافل مع الفروض. والله انت ما يطلع منك ولا فلس. عفوا يا شيخ فاضل، انت ما تعرفنيش، ده انا اللي في ايدي مش ليا، على بالمثل المصري اللي في جيبي مش ليا خالص، انا صريف قوي يعني بصرف كثير قوي يا شيخ فاضل. طيب ما تبعث لنا كم $100 كده على المشروع. ما انت تصلي الاول لابوي، صلي لابوي وبعدين ابعت لكم. لا ماكو بعدين، هذا خوف ما ينفع مقدم الدفع. طب ما فيش عروض يا شيخ فاضل؟ ما عندكمش عروض؟ انا شفت مكتب الايجار في كربلاء او النجف لايجار الثروات، وكان في مكتب كانوا عاملين عروض حلوه. انت عارف ما شفته؟ وين شفته؟ انت رايح وين رايح كربلاء؟ لا موجود، كله موجود على النت يا شيخ فاضل، بس عروض السيارات، عروض اللي بتبيع سيارات ارخص منكم، ده موجود في كربلاء. ايه بس في ناس بتعمل عروض، انت ما تعمل لنا عروض يا شيخ سام.
يعني انت مركز عليه لازم انا اصلي لابوه؟ يعني انت راجل وسيم كده وما شاء مش عارف اقول ما شاء الله ولا ايه، وصلت للبحث الخارج يعني يعني ممكن عام كمان ولا حاجه وتكون مرجع. طب المفروض انا اغلى اخذ يعني. انت عشان كده تغلى يعني. ادور على معمم لسه جديد. انت شوف، انت لا تستخسر شيء بالمرحوم بالحق. شو اسمه الحق الله يرحمه؟ الحاج محمد. طب الحاج محمد لا تستخسر فيه. شوف شنو تشوف يعني نص نص، تشوف لك واحد يعني مضبوط. اي والله فعلا المفروض الواحد ما يستخسرش في ابوه. انت بتعمل حاجه لابوك يعني المفروض تدور على حاجه قامه كبيره. كان مش هروح ادور على ردود مثلا او معمم لسه في بدايه المرحله. انت خلاص انت خلصت الحوزه وبتدرس الان ووصلت لمرحله السطوح. احنا بالعراق نقول اشتري الغالي بغلاته ولا تدور على العزل. الله يعني الله. اي يعني حاجه كده اوريجينال. الله المستعان. يعني انت بتاخد كام يا شيخ فاضل؟ والله انا ما مجرب اخذ، بس يعني اشوف. لان انت تشوف العرض. اريد اعمل معاك يعني انت تشوف العرض عجبك هتخش فيه، ما عجبكش خلاص يعني تدور على حاجه غيرها تعتذر. لا انا هسه بعد احنا على المباشر اي شيء تدفعه انا قابل. يعني انت تشوف العرض الاول، العرض عندي هيبقى كام؟ لو العرض حلو لا انا حكرمك. طب انا عندي عرض ليك جميل. شو؟ ان انت تصلي وتحتسب وتاخد الاجر يوم القيامه. هم ماكو مشكله قابل ولا ايش؟ قبلت. طيب هتبدا تصلي من امتى بقى؟ اختار دلوقتي. قوم اتوضى يلا وصلي. ودلوقتي شنو الساعه؟ تدري الساعه 12. لا ما انت خلاص بقى يا شيخ فاضل، ما انت لا دام قبلت بقى خلاص يعني. ده الابن الاكبر هو اللي يتحكم في هذه المساله، صح ولا لا؟ شوف هو لو كنت جاد انت بالموضوع بالفعل ممكن انا هسه اكون اتوضا اصلا. والله انا سمعت شيخ فاضل ان هم يعني حسب انتوا بتتفقوا على المبلغ المعين. يعني انت هو الاول يعني الراجل ما كانش بيصلي وكان مهبب الدنيا بطين خالص في الدنيا ومات، يلزم الابن الاكبر ان يصلي عن ابوه او يأجر واحد يصلي لابوه، صح؟ ده ما فيهوش خلاف. هو مو شرط يكون مهبب الدنيا هاي اولا. لا حقيقه خلي اكلمك حقيقه. بغض النظر عن المزاح. اولا في ناس فعلا بتصلي مجانا وتاخذ الاجر يوم القيامه. في ناس بتبقى عن الاجر. هذا اولا. وثانيا مو شرط يكون مهبب الدنيا. ممكن يكون انسان معتدل بس سنه او سنتين ما صلى، كان تارك للصلاه في مرحله من مراحل عمره. هسه في ناس بتترك الصلاه، واقع هذا. باش احنا عندنا اهل السنه ان الله سبحانه وتعالى يعني التوبه تجب ما قبلها. مش معلوش ان هو ابن. طب ليه الزمتم الولد الاكبر؟ يعني ما انتوا كده ظلمتوا الولد الاكبر. ليش ظلمنا؟ افرض الولد الاكبر بعيد ومنشغل ومريض فالله المستعان. طيب شيخ فاضل الولد الاكبر هو بيبحث عن حد. انا عمري في حياتي ما شفت معمم بيحتسب في ذلك. او على فكره مش كله اللي بيصلوا صراحه عن الاب بيكون الاولاد فقط، مش المعممين، لا في ناس ممكن تاني. هو طب انا بسال الشيخ فاضل هل الصلاه بالخشوع بتختلف؟ يعني لو انا عايزه يخشع شويه فممكن اديله اكثر شويه ولا تديله ايه؟ اديله فلوس. ولا عايزه يخشع. ما اعرف يعني الحقيقه. السؤال اول مره يمر. حاول تفكر فيها شيخ فاضل وان شاء الله نتكلم فيه غدا. ماشي؟ تمام يا غالي. ماشي يا شيخ فاضل. انت من اهل. مع السلامه. مرحبا شيخ فاضل معايا على البث الان. انا اعلم ان انت رجعت للبث تاني يا شيخ فاضل. ازاي يا شيخ فاضل؟ ازاي ان انا اجر واحد يصلي عن ابويا ولازم يعني يجب علي انا الابن الاكبر ان اجيب حد يصلي عن ابويا او انا اصلي له الصلوات وبعدين اشوف واحد وادفع له فلوس واقول له انا مأجرك عشان تصلي عن ابويا وبتاع ولو عايزه بخشوع شويه ممكن ازود له. الحكم لك ايها الشيعي العاقل.